اهلا بحضراتكم مره تانية لاستوديو الهواء، وعندنا دلوقتي لقاء حلو جدا مع الفنان دكتور محمد كشك، وكيل كليه الفنون الجميله بالاسكندريه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. اهلا بحضرتك يا دكتور، شرفنا ومنورنا. اهلا بحضرتك. ومعانا ضيوفنا امنيه محسن كليه تربيه نوعيه، اهلا بيكي يا امنيه. حضرتك. وسهير سمير طالبه بكليه التربيه النوعيه، اهلا بيكي فناناتنا الجميلات. دكتور محمد، ابتدي مع حضرتك الاول بحاجه انا قلتها قبل ما كنا على الهوا، بس عايزه اعرف من حضرتك، حلو الفن. الفن هو نشاط انساني مرتبط بالانسان. طول ما في انسان يبقى في فن. واحنا لو اتكلمنا على الفنون بشكل عام، فنون الموسيقى، الادب، الشعر، الفنون التشكيليه، هي نتاج انساني بيمثل وجدان الانسان وبينتجه الانسان. فهو نشاط نابع من الشخصيه الانسانيه نفسها. واحنا لو هنا بنتكلم عن الفنون التشكيليه، الفنون التشكيليه هي الفنون اللي احنا انتجها الانسان وعرفنا بيها الحضارات القديمه. يعني عرفنا الحضارات بتاعتنا والتاريخ بتاعنا عن طريق الرسوم اللي كانت موجوده. صحيح. الفنون التشكيليه كل بيت وكل اسره وكل انسان بيعمل فن من حتى يعني لما بيقوم الصبح كده عشان ينقي هيلبس ايه والالوان اللي هيلبسها ده فن. صحيح. في بيته هيعمل حاجه، يجيب قماش، هيجيب فرش، ستاير، ديكور، اي حاجه. حتى صحيح. المجهود مش شرط الخبره او الدراسه او الكلام ده، لكن هو طالما هو راضي عن اللي هو بيعمله وعنده احساس بالاطمئنان كده في المكان بتاعه اللي هو عمله بنفسه، هو بيعمل فن. وده دور الفن، ان انا امس الوجدان بتاعي، ان انا ارتقي بالحس الانساني وامارس البيئه بتاعتي او الاداء بتاعي العام بشكل جيد وبشكل منضبط. أمنية سؤال قبل ما ندخل بقى في الكلام اللي احنا محضرينه، يعني عايز اسالكوا سؤال، انتوا الاثنين كل واحد هيجاوبني عليه. الالوان وتاثيرها علينا، مين يبتدي؟ أمنية. بصراحه بشكل مش عايزه كلام علمي، انا عايزه يعني الالوان اللي بنلبسها مثلا، الالوان اللي زي الدكتور ما قال بنعمل بيتنا الوان معينه، بتدخلي البيت، يعني الالوان تاثيرها على الناس ايه؟ انا عن نفسي بحب، يعني بحس ان انا براحه نفسيه اول ما اشوف الالوان واشوف مثلا ديكوريشن او حاجه. يعني مثلا بخش مكان والاقي مثلا الالوان كلها متناسقه مع بعض، يعني مثلا اللون الاخضر مع الفيروز مع الالوان كلها متناسقه مع بعض، بحس ان انا لا في راحه نفسيه في المكان. بحس اللون، يعني انا كمان لو بشوف مثلا اللون البلو او اللون مثلا الاصفر او كده، لا كل لون انا حاسه براحه نفسيه من جوه، وحاسه ان هو معمول من ايه، فحاسه ان انا لما بشوفه لا انا مبسوطه جدا بصراحه. نفس السؤال. الالوان وانت لابسه لون جميل كده الصبح الالوان بتبقى مريحه للعين. يعني انت حضرتك لما تخشي مكان وتلاقي الالوان فيه مريحه تحسي ان حضرتك مرتاحه كده وقاعده تمام. انما لو في الوان يعني بتبوظ الاعصاب شويه. طب عايزك سؤال بجد، انت لما تيجي بتنقي هدومك قبل ما تلبسي بيفرق لو انت حالتك النفسيه جميله او مش جميله؟ ساعات تقولي هل لو لبستي حاجه كده مبهجه ممكن تاثر عليكي ولا ده كلام نظري؟ بتاثر مش كده؟ طيب نتكلم بقى في الفن وفي الفن التشكيلي. كان في معرض في قصر ثقافه الانفوشي مش كده من كام يوم؟ مين نبتدي مع البنات الاول ولا مع حضرتك؟ انا ابتدي معاهم، هم اصحاب المعرض. عايزين تتكلموا الاول عن ايه؟ امنيه عايزه تتكلمي عن الاول. اولا لوحتك فين هنا؟ اسمه دوت ده ستانلي ولا ده ستانلي؟ ايوه ده كوبري ستانلي. وعندي هنا في لوحه فحم. اوكي كلميني عن اللوحه دي الاول وبعدين اللوحه دي. اولا اللوحه دي 50x70 اللي احنا شايفينها دي معانا صح؟ ايوه ده ستانلي. ايوه صح؟ ايوه 50x70. معلش اسالك سؤال يعني طفولي جدا. هو انت عشان ترسميها كنت قاعده على الكوبري ولا رسمتيه من خيالك ولا حاطه صوره قدامك ولا ايه؟ لا هو انا رحت الاول اتصورت الصوره، يعني صورت صوره هناك خدت الكادر هناك. وبعد كده طبعا عشان هناك الدنيا زحمه وكده فمش هينفع ارسم خالص لايف، فبدات بعد كده بقى ايه خدتها بقى. انا اصلا انا ديت عملتها في شهر. يعني شهر ده كتير ولا قليل؟ لا قليل. مش كده؟ انا هسألك شهر ده قليل؟ لا قليل جدا. يعني انا كل ما اطول في المده لا كل ما تلاقي الديتيلز اللي فيها لا حلوه. طبعا بالظبط، عشان انا بحب اخد راحتي جدا في مرسم اللوحه. دي 50x70 ولوحه الوان زيت. طيب والثانيه نشوفها معاكي انهي واحده، دي ولا دي؟ دي عشان ناخدها على الكاميرا. هنعرف ناخدها على الكاميرا. دي فحم. دي فحم ورصاص. فحم ورصاص اللي هي دي هناخدها مني. تمام. الفحم والرصاص ده حاجه انا يعني الالوان انا فاهماها. الفحم والرصاص ايه؟ رصاص القلم رصاص العادي. وايه الفحم؟ فحم قلم فحم برضو؟ قلم فحم وفيه باودر
وفي صوابع برضو فحم. وايه بقى بتحط بقى كده على طول ولا بتحطي عليها ميه ولا بتعملي؟ انا ما لا عنديش لا فكره عن مفيش حاجة. ميه لا مفيش ميه، هو عادي بالفرشه. وببدا الاول ان انا احط باللوز باودر. انا لسه شايفاها دلوقتي حلوه قوي. ببدا احط باللوز باودر الاول الالوان الفاتحه اللي هي مثلا جراي فاتح، جراي الغامق، وهو بيبقى فيه درجات. طب ممكن بعد اسالك كده- سؤال قبل كل ده؟ ايه الفكره دي؟ اللوحه بتتكلم عن ممكن العمر. نخليها شويه معلش، ممكن نخليها شويه. الروحه بتتكلم عن ايه؟ عن العمر، يعني انا مثلا دي اللي هو إيه، نفس ليت- الشخصيه وهي صغيره وكبيره؟ انت ايوه قصدك كده؟ بالظبط، اللي هو ليت الشباب يعود يوما. الفكره دي جات لك من فين؟ حلوه قوي قوي قوي، جات لك من فين؟ علشان وانا صغيره كنت حابه ان انا اكبر بسرعه عشان اجرب حياه الكبار وادخل مثلا معارض، بقى ادخل كليه ايه، وأنت أكبر فدايما بقى. يبقى جاي في بالي اللي هو ايه انا بكره هعمل ايه. فانا حابه ان انا اكبر بسرعه علشان اجرب حياه الكبار. بس طبعا بقى حولتها لحاجه تانية، اللي هو برضو الست العجوزه لما تيجي مثلا ان هي ايه تبص في المرايه فتلاقي نفسها ان هي عايزه ترجع طفله تاني. فانا رجعت تاني اللي هو ايه، لا انا مش عايزه اكبر، انا عايزه افضل دايما ان انا صغيره. يعني طول ما انا ابص لنفسي في المرايه احس اللي هو ايه انا عايزه اشوفه قدام انا هعمل ايه. بس برجع بس تاني افضل وأقول- صغيره. ايوه بس يعني افضل قدام صغيره، بس افضل صغيره. ايوه ايه ده؟ عشان ده دايماً دكتور عندي ده فن سؤال. ولا فلسفه ولا ايه ده؟ هو الفن فلسفه. الفن فلسفه، هي بتعبر زي ما قلنا عن الوجدان بتاعها، عن الاحلام، عن احلامها، عن رؤاها. هو الفن زي ما قلت نشاط انساني، وبقدر ووسيله اقدر اعبر فيها عن كل ما يجول في خاطري من مشاعر، من احداث. زي ما قلنا كده، حتى لو انا مبسوط او مش مبسوط، كل ده بيتعكس على الاداء الفني التشكيلي بتاعي. تمام. هنا طبعا اللوحات، البيئه كمثير، البيئه السكندريه مثلا كمثير. احنا بنشوف كوبري ستانلي، بنشوف معالم اسكندريه المختلفه كمثير للفنان التشكيلي، ان انا يقتنص لحظه ما. وهنا هنشوف ان هي حتى في الشتاء، يعني حتى هنلاقي انعكاس المطر صحيح، الأرض على مبلولة. الارض وانعكاس الضوء على الارض. لسه كنت وده عايزة أقول لها. اسعد ايام السكندريين صحيح. في احساسهم بالشتاء، صحيح. بيحبوا الشتاء عن الصيف. تمام. فهي اقتنصت لحظه فيها دراما، فيها الشتاء، فيها كوبري ستانلي الواقف واقف كده لوحده على وابتدى وعند البحر. الناس كلها مساره بقى معلم دلوقتي للاسكندريه في جو شتوي في دراما، فبدات تعبر عن هذه اللحظه الدراميه بالفن، وده دور الفن التشكيلي. صحيح. هنا برضو اللحظه الثانيه بتاعت الفرق بين العمر والتمنيات والامنيات الداخليه والصراع النفسي داخل الانسان وداخل نفسيته، ما بين هو كبير وهو صغير، الاحداث اللي شافها وهو كبير وبعدين عاوز يرجع لها، عاوز يتلاشاها وهو صغير. كل ده بيخش في المشاعر بتاعته، بيقدر يحطها في اللوحه بتاعته بهذا الشكل وهذا التصميم، واختيارها حتى للفحم الدرجات الابيض والاسود. لسه هسال السؤال ده. تمام. هو عشان الدراما، بتاكد على الدراما دي. يعني يمكن اعتقد انت كنتي قاصده تعملي كده ولا هي جت كده معاكي؟ لا انا كنت قاصده قاصده تمام. اصلا انا اصلا بحب الفحم يعني عموما. يعني انا بدات ان انا ادخل في الالوان لما دخلت الكليه. مثلا انا اصلا بحب اللوحات اللي هي الابيض والاسود عموما. طب نروح لسهير، اللوحه بتاعتك اللوحه الثالثه دي دي اللي على الطرف. تمام، نشوفها الاول بعد كده نتكلم عنها. اللي هي فيها ترام ده اسكندريه جدا. ده اسكندريه جدا، والتاكسي بتاع اسكندريه حلوه قوي 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 قوي، جميله. ايه اللي خطر لك الفكره؟ فين المكان ده، ولا ده مكان في خيالك؟ ده محطه الرمل. محطه الرمل. طيب وليه الصوره دي؟ انا بحب الترام اصلا. مش عارفه، يعني انا بشوفها حتى في فيلم او مسلسل او كده، الترام او التاكسي. يعني انا بفرح لما بيظهر مشهد زي ده. بحس ان دي اسكندريه، او مش حتى لو ما جابوش مشهد للبحر، بس كفايه الترام والتاكسي. انت شايفاها طبعا، عارفاها. فبيبقى هي دي اسكندريه. اسكندريه بيقولوا ترماي ولا بيقولوا ترام؟ ترماي. حلوه قوي. مش كتير، يعني اقل من شهر. اقل من شهر، مش كتير برضو. انا مش بعرف ارسم فتره طويله، يعني بضغط نفسي في كذا في ايام كده. ليه؟ طب لو طولت معاكي اللوحه ممكن تزهقي وتسيبيها؟ بس مش كده. انا قبل كده اكيد بضغط نفسي شويه كام يوم كده، افضل قاعده عليها مطبقه لغايه ما تخلصيها. طب ودي برضو نفس السؤال، هل انت كنت يعني خدتي صوره لها وحطيتيها قدامك، ولا دي من خيالك؟ لا، دي صوره. طب هل تعرفي ترسمي من خيالك؟
يعني لو حبيتي ترسمي نفس الصورة تاني بس من خيالك او شبهها من خيالك او بحر او لوكيشن في اسكندرية مثلا من خيالك ترسميه. او بحفظ دماغي، بتحفظ شويه تفاصيل. اكيد الفنانين عندهم الايماجينيشن عالي جدا، صح؟ التخيل، صح؟ طيب نفسك في ايه انت الفن بتاعك؟ نفسي اعمل ايه؟ نفسي ابقى فنانه كبيره واعمل معارض وكده. من وانا صغيره وانا نفسي كده اصلا. انت طول عمرك بتحبي الفن من وانت صغيره؟ حاسه الرسم بتحبيها؟ او برسم وبحب ارسم، وفي البيت ماما بتسيبني اقعد اعمل حاجات كده واشتغل في البيت. من قبل الكليه، من قبل اي حاجه وانا بحب الرسم. وبرده بالنسبه لك من وانت صغيره؟ بس انا واخداها موهبه عن مامتي. طيب. كتير قوي دكتور بنلاقي اللي مثلا اللي بيلعب مزيكا او اللي بيغني تلاقي مثلا بابا او مامته بيغنوا او عندهم احساس هي الحاجات دي بتتورث المواهب؟ لا، هي بتبقى في بيئه داعمه يعني لما يكون الاب او الام فنان او الاسره فيها حد فنان، فبالتالي في عنده بيقدر يشكل بيئه داعمه للطفل انه يصبح يمارس هذا الشكل. بعدين الطفل لما بيطلع يلاقي مثلا والده بيعزف او بيرسم او والدته بتعزف او بترسم وهكذا، تمام، بيبقى ده البيئه بتبقى داعمه له، وعاوز طبعا المثل الاعلى بتاعه هو ابوه او امه، تمام، فبيحاول ان هو يوصل لهذا الشكل. فدي بتبقى بيئه داعمه، لكن هي برضو ما اقدرش اطلع بره ان تبقى قدرات وملكات لا، هي لا تورث، لكن ممكن تكتسب بشكل، لكن اتقان العمليه نفسها والمهاره العاليه كفنان وعندي طلاقه ابداعيه دي بتبقى من شخص. بس زي سهير ما قالت وهي طفله كانت مامتها بتدعمها، اكيد تجيب لها الوان بتسيبها ترسم وقت طويل. هنا البيئه الداعمه، صحيح، البيئه الداعمه موجوده، زائد في ابداع موجود، تمام، لكن ما اقدرش اقول عليه ان هو وراثه، تمام، لكن هو هنا صادف ان في بيئه داعمه كمان وفي موهبه موجوده. انت عندك حد في الاسره بيرسم او بيعمل حاجه؟ لا عندي بس من بعيد قوي. لا بس لا مفيش، انت لوحدك كده ما شاء الله عليكي. دكتور، الفن واسكندريه وكل الفنون الجميله ودعمها بنشوف كتير قوي جداريات معموله عاملاها كليه الفنون وحاجات كتيره قوي في اسكندريه عليها امضاء كليه الفنون. فحاجه جميله. بص حضرتك، احنا كليه الفنون جميله معنيه، وانا صفه وكيل المجتمع وتخصصي هو التصوير الجداري كمان. كان في فتره كده كان حاولت تجميل جدران اسكندريه، واستعانت المحافظه بمجموعه من الاساتذه الكبار الفنانين فعمل مجموعه من الاعمال الجداريه الكبيره والاعمال النحتيه في الميادين وفي الشوارع الكبيره، وكانت الحقيقه بتقدم رساله بصريه جميله وتميزت بيها اسكندريه. كانت يعني كنا من المحافظات كلها بين اسكندريه عندكم التصوير الجداري، عندكم النحت، عندكم وهكذا. بيأثر على الناس في ايه؟ يعني انا دلوقتي واحده ماشيه في الشارع لا بفهم في التصوير ولا بفهم في الجداريات ولا يمكن بفهم في الالمان ولا بفهم باي حاجه، بس وانا رايحه جايه بشوف الجداريات الحلوه دي بتأثر عليا في زي ما قلت الرساله الوجدانيه اللي بيقدمها الفن. يعني هو لو انا بشوف مثال صغير هتلاقي العروسه بتنزل تتصور قدام الجداريه. صحيح. يعني كان في كذا مكان في اسكندريه. هي هو ده احساس مصدر السعاده بالنسبه لها. كل ما اكونش فاهمه هو بالنسبه لها هي ولا بالنسبه للفنان اللي عملها؟ لا، ما هو للفنان اللي عملها هو بيبقى سعيد بالتجاوب بتاع الجمهور، تمام، لكن انا بتكلم عن الجمهور نفسه وعلاقته بالعمل الفني، تمام. يعني المثال بتاع العروسه او العريس اللي بيقولوا تصوروا عند الجداريه ممكن ما يكونش فاهم الكونسيبت بتاعها ايه، لكن هو شايف فيك حاجه جميله. صحيح. وحاجه هتبقى في ذكرى موجوده في حياته. صحيح. تمام. فهي اسكندريه كان فيها مجموعه من الاعمال المتميزه بالشكل ده، والكليه بتقوم بدور كبير في الموضوع ده برضه لدعم الموضوع ده. طبعا اهميه المعارض للفنانين وللطلبه كمان اللي هم لسه بيبتدوا. المشاركات الفنيه اللي بتعملها وزاره الثقافه او بتعملها الجمعيات او بتعملها الاماكن اللي بتعرض عندها قاعات عرض. انا لما بعمل انتاج فني المفروض يعني نفسي الناس تشوفه، عاوز اشوف الناس تشوفه تمام، عشان اقدر اقيم نفسي والتجربه بتاعتي تتطور. فالحقيقه الدور اللي بتعمله المعارض او قاعات العرض وخصوصا وانا بخص انا وزاره الثقافه بالاساس، تمام، انها بتشجع الشباب الصغير، تمام. مش يعني في الاساتذه الكبار بيعرضوا والتجارب الكبيره موجوده، لكن برضه هتلاقي في المعرض يجمع بين مجموعه من الاجيال مهم جدا ده، تمام. فده مهم لان هو في الاخر
احنا لما كنا طلبه كنا بنبقى سعداء جدا ان نبقى بنعمل معرض ويبقى معانا الاساتذه بتوعنا، وهكذا هي بتبقى رساله مستمره. وجود الاساتذه كمان معاهم اولا بيطمنهم وبياخدوا ارائهم كمان يعني، وبتشجعه لانه صح؟ يبدع اكتر ويمارس العمليه الابداعيه اكتر. خلي بالك ممارسه العمليه الابداعيه والاستمرار عليها ده احد التحديات الكبيره. فلازم يكون ليه تحديات؟ لان انا اولا خلينا الشكل العام بتاع المجتمع، الاسعار بتاعت الادوات والخامات بتاعتها، فكون ان انا افضل عندي مثابره، والعائد بتاع العمل الفني نفسه ان انا افضل اثابر ويبقى عندي انتاج مستمر، دي بتبقى محتاجه برضه احد التحديات الموجوده. فلو يكون عندي بيئه داعمه او في جهات بتدعم العرض وبتدعم المسابقات وتاخد جوائز وهكذا، تمام، ده بيبقى داعم جدا للموضوع. طبعا طبعا. جماعه عايزه اسالكم سؤال، انتوا بتعملوا الحاجات دي عشان بهدف انكم تعرضوها فقط ولا تبيعوها؟ سهير. انا عن نفسي انا مش شرط اساسي البيع عندي، بس ممكن بس مش بتعمليها عشان تبيعيها. انا اصلا مش بحب ابيع حاجه انا عاملاها، بحس ان هي فيها جزء حاجة كده، عزيزة حاجه علينا عزيزة يعني. مش بقدر افكر فيها. بس لو حبيت، لو اتباعت ما عندكيش مانع؟ ما عنديش مانع. نفس السؤال. لا عندي مانع بصراحه. مش عايزه تبيعها؟ لا انا ممكن اعمل له زيه ما كان انا عملتها. لا طب ما هو انت عاملاها اهو لا خلاص. بس احس ان انا يا ترجعي تعيديها تثبت ان اه. هي مش هتطلع كوبي منها ابدا، عمرها ما هتطلع كوبي منها. لا هتطلع عادي لا زيها. مش لا يمكن. ما هي دي بالممارسه. ميزه نو واي. بس صح يا دكتور، نو واي. الانسان لما بيعمل حاجه بايده لو حب يكررها تاني، ما هي دي ميزه بقى الهاند ميد، الحاجات الهاند ميد. لو انت حبيتي تعملي اللوحه دي تاني، طب اتحداك اعمليها تاني. لا يمكن تطلع كوبي كده، صح يا دكتور؟ لا اولا الكوبي، احنا بنتكلم على ابداع، تمام، بنتكلم على عمل متفرد، عمل له قيمه، تمام. لو حد هيقتنيه مفيش مشكله وانا اعمل انتاج جديد. لا انا بسال ده سؤال تاني، امنيه شخصيا لو عملت نفس كوبري ستانلي ده تاني بالمطر واللمعه والالوان، لا مش هيتكرر، مش هيطلع تاني، لان هيختلف طبيعه الاداء، هيختلف الخبره الادائيه بتاعتها، فهتلاقي صحيح. مزاجها وهي بتشتغل ممكن يكون مختلف، المحيط اللي حواليك بيشتغل، لا يمكن يطلع نفس الكوبي، صح؟ انا عن نفسي جربت قبل كده طلع عادي كوبي، بالظبط. عشان كده يعني كل واحد وقدراته. يعني انا عادي جربت قبل كده حد طلب مني اوردر، بس انا جيت قلت له لا انا عايزه احتفظ بدي علشان هي عزيزه عليا. عشان انا من النوع اللي انا مش بحب اللي انا ابيع لوحاتي، عشان هي احس ان هي لا هي هتسيبني وتمشي، فبقول لا يعني، فعملت له واحده تانية كوبي عادي زيه. فانا بقول ان هي لا هي قدرات ممكن. والله مش برافو عليكي. بس انا بشتغل برودري مثلا، وانا اللي ببقى رسمه الرسمه وبشتغلها، ممكن اشتغلها تاني بالظبط بنفس الالوان ونفس الخيوط ونفس الرسمه، وانا اللي بشتغل ما تطلعش نفسها. في حاجات في الكليه مثلا في لوحات بتطلب مننا، فساعات مثلا يقولوا لنا في الامتحانات لو عايزين تعملوا نفس المشروع بتاعكم تعملوه تاني بنعمله، وانا بعمل كده في برافو عليكي والله، دي حاجه كمان، دي شطاره ما شاء الله، شطاره فوق الشطاره يعني. بصراحه بتطلع كوبي يعني، فعشان كده بقول لحضرتك لا انا بطلعها كوبي. طيب سهير، عايزه اسالك سؤال، لا اعتقد ان احنا وقتنا كده قرب ينتهي. تحبي تختمي بايه؟ تقولي ايه للفن، وتقولي للفنانين، وتقولي ايه للامهات اللي بيشوفونا دلوقتي ويمكن يكون ولادهم يعني يكتشفوا زي اولادهم؟ انت بتقولي ماما ده عمتك، طب اي ماما دلوقتي تتفرج علينا تعرف منين ان اولادها موهوبين في الرسم؟ يعني تسيبهم يجربوا ان هم يرسموا، مثلا حتى لو رسموا حاجه مش حلوه او من وجهه نظرهم، ما هي مش هتطلع حلوه من اول يوم يعني. ما تقولهمش ان هي مش حلوه، لا ممكن تشجعهم، وهم لما يلاقوا ان في تحفيز هيتشجعوا ويرسموا اكتر وهيتعلموا. طيب نفسك ترسمي ايه المره الجايه؟ المره دي رسمتي الترماي والتاكسيات وحطيتي الرمل، نفسك ترسمي ايه المره الجايه؟ مش عارفه لسه مفيش حاجه في بالك؟ اي حاجه. هي رسمت الرسومات دي فيها بورتريه صح اللي انت عاملاها؟ ما بتحبيش البورتريه؟ ما يعني جربت كذا مره، بس ما يعني ما اتعلمتش فيه اكتر لسه، ما بحبه بس يعني لسه حاسه انا لسه برضو. طب انت بتحبي اكتر حاجه ترسميها ايه؟ الحاجات الطبيعيه، المناظر الطبيعيه المناظر الطبيعيه اكتر حاجه. بس انت رسمه هنا الحياه مش يعني دي حاجه صح؟ لايف يعني، جزء من الحياه. جزء من الحياه، بس بحب المباني. الله عليكي، حلوه قوي. توثيق للتاريخ يعني، بيبقى فيها تفاصيل كمان. صحيح.
المره الجايه ان شاء الله ترسمي حاجه جميله كده برضو، لوحتين 3 بقى كده إن شاء الله. ان شاء الله. امنيه تحبي تختمي بايه؟ انا حابه اشكر حضرتك بصراحه ان انا طلعت مع حضرتك. انا بشكركم والله، ده انتوا مشرفينا ومنورينا. وحابه اشكر استاذ محمد عشان بصراحه لولا ما كنتش هبقى موجوده هنا. وبصراحه حابه اشكر اهلي برضه عشان هما برضه السبب ان طبعاً. انا اكون موجوده هنا. طبعاً. وهما بصراحه كانوا الدعم النفسي ليا اللي انا اقدر اكمل، وخصوصا مامتي. يعني بابايا كان ماديا، مامتي بصراحه كانت معنويا. ما هو ده مطلوب وده مطلوب هي اللي يعني كانت بصراحه، مطلوبين. اصل هي ليها في شغل الهاند ميد اكتر وكده، وانا كنت الرسم، فاحنا كنا بنشتغل مش سوا. بقول لك لازم هيبقى في حد برضه أيوة فن، ما هو بالظبط. الهاند ده شو ده فن برضه. فهو بصراحه كانت اكتر حد دعم ليا نفسي. يعني هي اللي اكتشفت موهبتي وقعدت تقول لي لا رسيمي وروحي وتعالي. بصراحه هي كانت على طول معايا في المعارض كمان. برافو عليهم، برافو عليهم مامهاتكم. دكتور تحب تكتب بايه؟ الحقيقه طبعا بنشكر حضرتك. انا بشكر حضرتك وشرفتنا بنشكر تلفزيون ونورتنا. اسكندريه على دعمه للشباب والفنانين ودعمه للثقافه والفن التشكيلي، ودايما يبقى دي مناره كده للدعم ده دورنا يا هذا دكتور، الجانب ده دورنا الجميل وحقكم يعني. اللي بيمس الوجدان بتاع الانسان وبينمي البيئه بتاعته وبينمي ثقافه الانسان نفسه. عايز تقول ايه للاهالي اللي عندهم اطفال يمكن يكونوا موهوبين؟ يدعموهم ويحاول لو هو الطفل عنده هذه الملكه، يدعمه ويديله البيئه الجيده انه يمارس الهوايه بتاعته. ولو شاف ان هو فيه يستحق ان هو فعلا تتطور الموضوع، يبدا يركز على الموضوع ده، لان هو في الاخر هيلاقي انسان مختلف لما يكبر شويه، وخصوصا ان هو بينتهي من الفن، سواء فن تشكيلي او موسيقى او غناء او شعر او ادب. كل الفنون هي بترقب الانسان، واحنا بنتكلم هنا على البعد الانساني والانسان المصري بشكل عام. فده مهم جدا ان احنا ندعم هذا الجانب. دكتور محمد شرفتنا ونورتنا وبشكركم جدا. امنيه وسهير بتمنى لكم المزيد من التفوق ان شاء الله. شكرا. الف شكر ليكم. مشاهدينا فاصل سريع نرجع لحضراتكم على طول، خليكم معانا.